هذا القرار مهزله. كيفاش مجلس الامن يدعم من يسمى بالحكم الذاتي وهو اعتراف صريح بسياده المغرب على الصحراء؟ لانكم تركتم الساحه دبلوماسيا، وها انتم اليوم تظلمون الشارع الجزائري بتصريحاتكم العصبيه. لا هذا تآمر واضح على الجزائر. نحن من دفعنا الدماء في القضيه الصحراويه واليوم يتم تجاهله. ارجوكم خلوني نكمل السؤال. قرار خيانه سياسيه يشرع الاحتلال ويضرب كل مواقف انتم ترفضون الواقع. المجلس اعتمد المقترح لانه الحل الوحيد المنطقي هو تنازل عن سياده شعب الصحراء الغربيه. خسرنا الملف لان هناك تآمر على الجزائر. نسمع الرد من فضلكم، تفضل. يا رب العالي نتحداك، هذا محمد السادس قسما بالله عمري ما سمعته ذكر الجزائر بسوء. جامي تبلانا. اسمع العلاقات الدولية باش تبنى تبلاني انا محمد السادس. اعطيني نتحداك كاش نهار تبلانا محمد السادس. هذا القرار مهزله. مجلس الامن انحاز تماما للطرح المغربي ويتحدثون عن حكم ذاتي وكأن السياده الجزائريه لا تساوي شيئا. نحن دفعنا الدم والمال من اجل قضيه الصحراء، واليوم يصفقون لمقترح يكرس الاحتلال. كيف تريدوننا نقبل؟ واضح. اللوبي قرار كارثي يا اختي. مجلس الامن اليوم يشرعنا الاحتلال ويغلق الباب امام تقرير المصير. اين العداله؟ سيد عمار خلينا نسمع الاستاذ بوجمعه. احنا خسرنا معركه دامت 50 سنه، دماء الشهداء تروح هباء، ياتون ليقولوا حكم ذاتي. هذه مؤامره على الجزائر. يمكن ان نتجاهل المشهد. الناس في المغرب واقفه بالساعات في طوابير الحليب والماء، الفقر ضرب كل بيت، والمسؤولون صامتون، الكهرباء تنقطع كل اسبوع والناس تعيش في ظلام. ومع هذا يريدون تنظيم كأس افريقيا. الكاف اليوم تراجع الملف لان المغرب غير جاهز، والحديث قوي عن نقل التنظيم للجزائر. احنا جاهزون.